أيها السوريون، لست هنا اليوم لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، وهي أعز من أن يتصدق عليها، لكنني معكم لأذكر نفسي وإياكم بواجب الوقت، فنحن من يحتاج أن ننال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، فإن الإحسان والكرم طريق للحفاظ على المكانة والشرف، فإن الله عز وجل قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن أعظم الإنفاق أن تنفق من عزيز مالك، وأن الله لا ينظر إلى ما قدم عبده من مال، وإنما ينظر إلى ما أبقاه لأهله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وتذكروا يا أهل سوريا أننا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم إلا بفضل تضحيات عظيمة، فمئات الآلاف من الشهداء والمفقودين وصيحات المعذبين والمشردين.